لدى أهل مركز الصنطة محافظة الغربية. بالكذب والخداع استغل بعض الشباب الفرصة وادعوا أنهم مندوبون من إحدى الشركات المياه، وطلبوا منهم أن يغيروا فلاتر المياه دون أي مقابل مادي، لكن كان هناك نية لسرقة تلك البيوت، وبالفعل تمت السرقة. هم خبطهم وقالوا احنا مندوبين من شركة فناتر، عندكم يعني حاجة فلتر نصلحه؟ قلت لهم لا، الفلتر بتاعنا شغال. فاحنا بقينا كلنا ساكتين، احنا مش عارفين ان يعني كل ما نرفض يعني العرض اللي هو يقول لنا عليه يخش لنا بباب تاني ونستجيب. احنا مش هناخد منكم حاجة، ولا مثلا هتدفعوا فلوس ولا حاجة ولا كده. الاخت اللي كانت معاه دي كان في ايدها خاتم، قال لها هات الخاتم. قعد يلففوا علينا كده كلنا، احنا كلنا بقى واقفين، فعمالين احنا كلنا نرفض. لا، مع المدام اللي كانت وياه. طلعنا وسبناهم واقفين هنا مع الحاج. على ما طلعنا ونزلنا نجيب البطايق زي ما هم قالوا، طلعنا ما نزلنا ما لقيناهمش موجودين هنا. سكتنا بقى بعد كده، ما حسناش باي حاجه، بقينا ساكتين، بقينا زي التايهين. كلموا معانا ونهدوا معانا كتير، وبدانا بقى واحده ورا واحده نقلع بقى الذهب اللي في ايدنا. الحاجه قلعت وخدوا الحاجه منها ومشوا. احنا والحاجه انسرقت وخدوها منها، خدوا الظرف منها بالذهب وادوا لها ظرف فيه حصر. ما حدش يفتح باب له لحد ابدا.